السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد شاف الفيديو بتاع بنت الدكتورة هبة قط وقال لي ايه بقى؟ بما ان انت راجل ديمقراطي وحرية رأي بقى وكده والناس حرة، ايه رأيك بقى يا اخويا في المساكنة؟ يلا بينا. اتفضل بقى يا سيدي، قول لي بقى يا اخويا رأيك في المساكنة يا اخويا. مش سألتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. طبعا اجاوب سيادتك. قال يعني هو كده ايه بيزنقني يعني على طريقة الناس اللي لما ترد عليهم في موضوع يقول لك اطرده على امك، اطرده على اختك. طب ارضاه ايه بقى؟ ازاي الحل؟ نزل رجلك عليك. ده كده انت بوظتها له بقى، لما تقول له ارضاه بوظتها له. الناس مش قادرة تفهم الفرق بين احترام ان الناس لها حق يعبروا عن رأيهم حتى لو رأيهم ده مش على مزاجي، احترام حرية الرأي والتعبير دي حاجة، وبين ان انا اوافقك على رأيك ده دي حاجة تانية. لكن انا لازم احترم ان انت حر تعبر عن رأيك. انا مالي؟ ما تقول يا عم واحدة رأس ما ترقص زي ما ترقص، واحدة طالعة تقول المساكنة ماشي، انا مش رأيها ده مش على مزاجي، يعني انا مش موافق عليه. وبالمناسبة في مفارقة عجيبة جدا، لان اللي هي المخرجة دي هي اتجوزت فالناس دخلوا اتريقوا عليها، فانتوا اللي عايزين يعني انتوا الست قالت المساكنه مسحتوا بكرامتها الارض، الست اتجوزت مسحتوا بكرامتها الارض. طب انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين مساكنه ولا مش مساكنه ولا عايزين ايه بالظبط؟ انتوا عايزين تفشوا غلكم في الناس وخلاص، هو ده اللي انتوا عايزينه. الناس بتفش غلها في بعض، في حين ان لو الامور معكوسه رايك مش هيكون كده. يعني انا حاجه اتقالت لي مثلا المساكنه دي دول بيدمروا مجتمعاتنا. طب والمجتمعات بره ما اتدمرتش ليه؟ ما المجتمعات بره اساسا قائمه على الفكره دي، ان قلما ما حد بيتجوز، مش كل الناس بره بتتجوز. المجتمعات بره ما اتدمرتش ليه؟ في فرق بين ان انت سلوكيات الناس مش عاجباك وبين ان انت عايز تربي الناس. انت مش من حقك تربي الناس. هتقول لي طب وعيالي؟ ما ربي عيالك. ربي عيالك. يعني انا شايف واحده في الشارع ماشيه مش محجبه وانا عايز بنتي تبقى محجبه، اقوم اروح لابو وام البنت اللي ماشيه مش محجبه اقول لهم بنتكم ماشيه مش محجبه ازاي؟ طب ما تربي بنت يا عم، احنا بنتنا مش متربيه. بلاش الحجاب لحسن يقول لك يا عم اي سلوك، يعني اي سلوك بلاش الحجاب اللي هو ايه يا عم، احنا احرار يا عم. لما تربي بنتك ولا انت هتيجي تربي بنتنا احنا وتربينا احنا كمان معاها؟ ده انت عسل قوي. انا شخصيا مع حريه الراي، وانا ضد ان انت تحبس حد او ان انت تشتم حد لمجرد انه بيقول رايه او بيعبر عن مشاعره، حتى لو رايه ده ما عجبكش او تعبيره عن مشاعره زي الست اللي كانت بترقص فرحها ما عجبكش، لان دي امور مش من حقك انها تعجبك. دي امور لا تخصك اصلا عشان تعجبك او ما تعجبكش. انت مال؟ بصوا يا جماعه، احنا مش هنربي الناس ومش دورنا تربيه الناس. يعني انا المساكنه ده من ساعه ما هي طلعت قالت التصريحات ديت، ده الموضوع ده قديم جدا على فكره. انا ما طلعتش علقت عنه ليه؟ يا باشا اميتوا الباطل بالسكوت عنه، بس سهله. اميتوا الباطل بالسكوت عنه، مش محتاجه حاجه، مش اختراع. طب انت النهارده بتتكلم ليه؟ انا بتكلم علشان في حاجه حصلت لها علاقه بالموضوع، مش بالمساكنه تحديدا، بالفكره الاكبر. خلاصه القول ايه بقى؟ ان احنا مش هنربي الناس. احنا يا جماعه مش هنربي الناس، احنا بنربي نفسنا بالعافيه. انت بقى حقك ايه في الموضوع ده؟ حقك يا باشا ان انا الراي ده مش عاجبني، والله خلاص قول ان الراي ده مش عاجبني بس خلاص. حاربه فكريا مش تحاربه جسديا، مش تنزل تجيب بتاعه وتنزل تحاربهم فيزيكالي.